أقوى خلطة أو أقوى وصفة لتطويل الشعر بسرعة جدا بدون يا بنات حرارة. الوصفة بتاعت النهاردة دي هي وصفة ممتازة جدا عشان تطول لي شعري للطول اللي أنا عاوزاه بالظبط. المكونات كلها سهلة وبسيطة وهتلاقيها عندك موجودة عندك في البيت. اقسم بالله العظيم يا بنات خلطة تطويل الشعر وتكثيف الشعر بدون توقف عن النمو، بدون كمان غسيل، بتطول الشعر لمدة 7 ايام لمدة اسبوع. هي بتطول الشعر لمدة كبيرة جدا. كمان كل المواد موجودة عندك في المنزل. تعالوا بينا نشوف وصفة النهاردة مكوناتها ايه. قبل ما ابدأ في وصفة النهاردة يا بنات اضغطوا لايك وكمان اشتركوا في القناة وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. يلا بينا نشوف مكونات النهاردة. هنبدأ يا بنات بعد ما عملنا لايك واشتراك في القناة وكمان عملنا كومنت حلو تشجعوني فيه، هبدأ على طول اقول لكم مكونات النهاردة ايه. المكونات يا بنات يا ريت نلتزم بيها علشان نحصل على القوام المطلوب. اول حاجة معانا المفروض ان احنا هنجيب اناء نشتغل فيه، اي اي وعاء تشتغلي فيه وتبداي تحطي فيه مكونات النهارده. اول مكون معانا النهارده يا بنات هو يا بنات القرنفل او المسمار، بيقولوا عليه بعض الدول مسمار عشان بيبقى شكله عامل زي المسمار كده ورفيع. هبدا ان انا استخدم من القرنفل. كمان في مكون تاني يا بنات، ما ننساش ان القرنفل بيوقف من تساقط الشعر وكمان بيخلي الشعر ممتاز جدا. بس هقولكم على حاجه، يعني ليه القرنفل بينشف الشعر وكمان يا بنات هنعمل ايه عشان القرنفل ما ينشفش شعرنا. كمان انا حطيت على القرنفل زيت زيتون وحطيتهم على النار لمدة دقيقة واحدة بس علشان اخلي القرنفل زي ما يكون يتحمص. والقرنفل لما يتحمص يا بنات هبدأ ان انا اهرس القرنفل كده في الزيت علشان افتفته خالص. طبعا انا هعملها كده قدامكم، مش هعرف هينفع ولا لأ. هو طبعا عشان الطبق ازاز فانا بصراحة خايفة عليه يتكسر بشوكة او حاجة، فانا هوقف الفيديو وهعمله وهرجع لكم تاني. انا كده يا بنات عملته هرسته على قد ما اقدر، هو مش اتهرس كله بس عملت اللي انا اقدر عليه. بس يا بنات اضغطوا لايك وكمان اشتركوا في القناه وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. طبعا يا بنات انا خدت 15 حبايه قرنفل، ما كترش وما قللش، لمده دقيقه واحده بس زي ما قلت على النار مع زيت الزيتون علشان يتحمص لمده دقيقه واحده بس، دقيقه واحده بس يا بنات. وكمان ارفعه على طول من على النار ويحط زيت زيتون او زيت سمسم. المكون اللي بعد كده بعد ما فرمتهم مع بعض ايه هو البيض يا بنات. هجيب بيضة كاملة، هاخدها كاملة مش هاخد صفار وهسيب بياض، لا هاخد البيضة كاملة على بعضها بس. هفضي بس بقية الزيت عشان فرمتهم كده او هرستهم كده يعني. فانا نزلتهم قدامكم اهم، وهبدأ ان انا اكسر البيضة عشان احط في الطبق التاني القش عشان ما يصفرش الدنيا. هبدأ ان انا افضي البيضة يا بنات على المكونات دي مع بعض كده، وابدا ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض. طبعا يا بنات الوصفه بتاعت النهارده انا مش قادره اقول لكم هي وصفه قد ايه فعاله ومجربه، والله العظيم يا بنات مجربه، وانتوا بنفسكم هتجربوها وتقولوا لي ايه هي بالظبط عملت معاكم ايه. انا طبعا انا قلبتها بالمنظر ده، هي عملت مع زيت الزيتون وكمان القرنفل مع زيت الزيتون او زيت السمسم لو مش عندي زيت زيتون. طبعا في مكون تاني انا هستخدمه. بس يا بنات لو شجعتوني ووصلتوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات هنزل لكم فيديوهات ممتازه جدا 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 وانا مجرباها وعامله معايا نتيجه. وكمان في بنات بتيجي تاخد مني الحاجات دي وبيعملوا معاهم نتيجه. في المكون الثالث يا بنات وهو القهوه او النسكافيه، بس انا هستخدم هنا القهوه. طبعا يا بنات قهوه سريعه الذوبان. هبدا ان انا استخدمها، اجيب بس معلقه نظيفه، هبدا احط من القهوه معلقة اهي، ممكن اضيف معلقة كمان لحد ما هوصل للقوام اللي المفروض انتوا تشوفوه معايا دلوقتي. القوام ده المفروض اللي انا اوصل له، ما اوصلش الاخف من كده ولا اتقل من كده. هبدا ان انا اقلب المكونات، القهوه مع القرنفل مع زيت الزيتون مع البيض. طبعا مش قادره اقول لكم المكونات دي فيها بروتين قد ايه، كمان ده هينعم لي الشعر بطريقه ممتازه جدا لان البيض اكنه عامل بالظبط زي البروتين، واكيد انتم مجربين البيض في حاجات كتير. هبدا ان انا اقلب المكونات دي مع بعض طبعا وانا عامله وصفات كتير جدا لتنعيم الشعر.
الشعر وكمان لتطويل الشعر للي مش هيعجبه الوصفة دي او هيقرف من زفارة البيض. بس هقولكوا على حاجة يا بنات، البيض مع القهوة والقرنفل وزيت الزيتون والله العظيم ما كان ليهم ريحة خالص. البيض ما كانش ليه ريحة الزفارة حتى ولا اكنه موجود في الوصفة بتاعت النهاردة. فنصيحة مني يا بنات، اللي هيقرف من نصيحة من زفارة البيض ما يقلقش، ما فيش اصلا زفارة في البيت، وانتوا بنفسكم اللي هتشوفوا الكلام ده، لان القهوة بتغطي على ريحة البيض بطريقة فظيعة جدا يعني. هبدأ ان انا اقلب المكونات دي مع بعض بالطريقة اللي شفتوها دي، وكمان اقلب اكتر من كده عشان اوصل لقوام ما يبقاش مقطع كده. بس القوام اللي انا وصلت له ده بصراحه ممتاز جدا، وكمان عمل معايا بصراحه حاجه ممتازه جدا في شعري، خلى شعري ناعم جدا، وكمان مع الاستمرار طول لي شعري بطريقه ممتازه جدا. من اول 7 ايام يا بنات طول شعري جدا. فالقوام اللي انا وصلت له ده يا بنات هو ده القوام اللي المفروض اوصل له، ما زودش مكونات ولا زود اي حاجه. صدقوني يا بنات والله العظيم الوصفة دي ممتازة جدا في تطويل الشعر. وزي ما قلت لكم لو وصلتوا الفيديو لعدد لايكات كتير جدا هنزل لكم كرياتين في البيت بدون الذهاب لصالونات او الكوافيرات الحريمي علشان تعملوا بروتين وتدفعوا فلوس قد كده. هنزل لكم فيديو ممتاز جدا عن فرد الشعر في البيت، لو بنوتك شعرها هايش كده انا هنزل لكم الفيديو ده. طبعا يا بنات قبل ما استخدم الوصفة دي قيسي شعرك قد ايه، وبعد استخدام الوصفة دي بمدة هيبقى قد ايه، يوم ويوم كده قيسيه كل يوم هتلاحظي الفرق بنفسك. كمان يا بنات اقول لكم على حاجة تانية، شعرك في شهر هتلاقيه طويل جدا، يعني النتيجة المرضية هتاخديها من شهر. طبعا مع الاستمرار هيطول الشعر بطريقة ممتازة جدا. بنات مش عايزاكم، يعني عايزة كل البنات يعملوا لايكات كتير جدا الفيديو ده، والله العظيم مش خسارة فيه علشان بنات كتير جدا تقدر تستفيد منه. زي ما قلت لكم يا بنات مكونات النهاردة هي مكونات ممتازة جدا. فانا هقول لكم على حاجة يا بنات، علشان اقدر استخدم الوصفة بتاعت النهاردة هي هستخدمها بالطريقه اللي هقولها لكم دي. اولا هخلي شعري على طول كده مفرود ومتسرح، وهبدا ان انا افصل شعري او اقسمه لاجزاء، وابدا اخد من الوصفه دي على طول على فروه شعري، وابدا ان انا ادلك بطريقه ممتازه. طبعا انا بقول لكم هنا حجم المعلقه هيبقى شعرك قد كده، وبعدها بيوم او يومين او اسبوع هيبقى كده لحد ما يبقى طول المعلقه ديت في شهر بالظبط. بس فعشان كده بقول لكم قيسوا شعركم قبل الاستخدام. وبعد كده يا بنات بعد ما احط المكونات دي يا بنات على فروة الراس لحد اطراف شعري، هبدأ ان انا البس كيس بلاستيك لمدة من نصف ساعة لساعة ونص. بس انا طبعا بفضلها ان انتوا تقعدوها ساعة ونص علشان تحصلوا على القوام الممتاز. طبعا لما تيجي تغسلي شعرك ما تغسليش شعرك بشامبو علشان تقولي ريحة البيض وريحة الزفارة، لا، القهوة مش هتخلي ريحة للبيض، فما تغسليش شعرك بشامبو. انا قلت اهو ما تغسليش شعرك بشامبو ولا باي حاجة، استخدمي شعرك عادي جدا. بالنسبة طبعا لبنات اللي في بنات بتقول ان القرنفل بينشف الشعر، فعلا دي حقيقة القرنفل بينشف الشعر جدا، بس انا مستخدمة معاه هنا في الوصفة دي مكونات ما ينشفش الشعر، ان البيض طري وهيخلي شعري طري جدا. فلو بستخدم اي وصفة تانية فيها قرنفل وكمان خايفة من نشفان شعري، المفروض ان بعمل حمام زيت او حمام كريم مرة في الاسبوع على الاقل طالما بستخدم وصفة فيها قرنفل. الكلام ده طبعا قلته في فيديوهات سابقة، اكيد اللي متابعني سمع الكلام ده مني او عارف الكلام ده مني. زي ما قلت لكم يا بنات بستخدم مرة واحدة حمام زيت او كريم، بس انا طبعا مستخدمة هنا في الوصفة بتاعت النهاردة مكونات بتطري الشعر جدا، فمش هتخلي القرنفل ينشف شعري بالطريقة اللي انتوا بتشوفوها على طول.